السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام عمير ودي قناة بيتي بالمصري. قبل ما نبدأ الفيديو فضلا وليس امرا ما تنسوش تعملوا الشير واللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده الفيديو اللي انتوا طلبتوه بتاع هدوم الاطفال انا نزلت ساعة وصورته لكم. يا رب يعجبكم ويلا بينا بقى نشوف المحل. طب يا بنات، ده شكل المحل اهو من بره. المحل ده في الساعه كرموز. المحل ده اسمه الصعيدي. هو تحت اداره عم حسن الصعيدي. اسالوا اي حد في اخر الساعه، الشارع اللي هو بتاع الملايات ده، اسالوا اي حد هناك عن عم حسن الصعيدي وهيوصلوك المحل على طول. ما شاء الله معروف هناك. دي كده كمان الشنط بتاعه الاطفال. عنده اشكال كتير منها، وعنده كمان البورت بتاعها، يعني تقدري تاخدي الشنطه والبورت بتاعها او تغيري الشكل. السعر صراحة انا معرفش كام. بس اشكالهم كتير جدا وخاماتهم حلوه، بس ان شاء الله مش هتلاقوه غالي يعني للدرجه، على قد ايديكم ان شاء الله. كمان يا بنات، دي الطقومة الداخلية بتاعت الأطفال البيضة، نزلوا منها ألوان ونزلوا منها عليها أشكال. القطعة عاملة 15 جنيه. خامة تحفة جدا وأشكالهم تحفة، ومقاساتهم كمان فيهم مقاسات كده صغيرة وكبير شوية. ودي السلوبتات يا بنات بتاعت الاطفال. بناتي وصبياني طبعا. اشكالها كتيره وخاماتها حلوه جدا، واحلى حاجه فيها الكباسين. زي ما وضحت في الفيديو بتاع المشتريات ان الكباسين اهم حاجه تكون من تحت لفوق كده. فهو عنده دي ميزه برضو، عنده كل الكباسين بطريقه حلوه ان هي ما تضرش الطفل يعني. وسعرها برضو للاسف انا اسفه معرفش. دي الهدوم البيضة اللي هي شبه المشجرة بس السادة، يعني دي القطعة ب10 جنيه، من 10 ل8. برضو خامتها حلوة وانا جايبة منها. بس دي الفرق، الناس اللي بتحب الهدوم اللي هي البيضة السادة بس يعني. ويا بناتي الطقم البامبي ده اللي في الشبكة، ده الطقم اللي بيبقى عبارة عن 7 قطع وساعات 4 بس. للناس اللي الناس متعرفش تجيب ايه وكده، فبيبقى سهل ليهم ان هم يجيبوا من ده على طول. ده بيبقى من حدود 100 من حدود 70 ل100، على حسب عدد القطع يعني. وخامته حلوة جدا وقطن وشكله شيك جدا، وبرضه في بناتي وولادي. ودي الترنجات يا بنات اللي انتوا سألتوني عليها. اللي انا كنت جايباها القطعة ب35 جنيه. بصوا اشكالها هي كتير وانواع كتير، عشان الاذواق طبعا. فهتلاقوا كل حاجة ترضي اذواقكم. ف زي ما قلت ان هي ب35 جنيه. ودي تنفع يا بنات صيفي وشتوي. هي القماشة مش تقيلة، فهتنفع في الصيف لو لسه صغيرين، وكمان في الشتاء ممكن تتقلي تحتيها. ودي ترنجات اهي الاوف وايت، عشان انا كنت جايباها منها وكده، وقلت لكم ان اللون ده ينفع ولادي وبناتي. فهو في بصوا ترنجات اللي هي رصاصي في اوف وايت دي ولادي، واللي جنبها واللي جنبهم بناتي زي اللي انا جايباها بالظبط. فدي بنفس السعر برضو. ودي الكوفرتات اهي يا بنات. عنده كوفرتات كوفرتات صيفي، كوفرتات قطن، كوفرتات كمان فايبر. الكوفرت عنده بتبدأ من 60 زي اللي انا كنت جايباها لحد 100. خامة واشكال كتير جدا والوان كتير جدا. ممكن الشكل واحد تلاقي منه الوان كتير يعني. هتروحي ان شاء الله باذن الله هتلاقي الذوق اللي هيرضيكي باذن الله، مش هتروحي على الفاضي يعني باذن الله. دي يا بنات اهي التقومه اللي في الشبكه دي، اللي هي بتبقى عباره عن 3 قطع 4 قطع بس. غير التانية بتبقى 7. دي اللي هي بتبدأ بقى من 70 وكده. بصوا بنات الأسعار اللي أنا بقولها دي، يعني دي اللي أنا عارفاها، عشان بس لو رحتوا لقيتوها اتغير، الأسعار بتتغير من يوم وليلة يعني. فدي مش الأسعار الأكيدة قوي يعني.
بنات الفساتين دي للحديث الولادة يعني الصغيرين خالص، تنفع بقى البنات اللي هم من اول ما يتولدوا لحد 3 شهور، ولو بنت صفيفة شوية كده تنفعها كمان لو اكتر من كده. خامتها حلوة جدا 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 يعني وهتعجبكم، ودي اصلا نازلة موضة قوي في الساعة، يعني لو طول ما انتم ماشيين في الساعة هتلاقوا منها. بس الميزة عنده ان هو عنده اشكال كتير قوي منها. هو ده اسم المحل، اسمه الصعيدي زي ما قلت لكم، تحت اداره الحاج حسن الصعيدي. اسالوا هناك على عم حسن، وان شاء الله الناس هناك هتقول لكم على المحل. ناس محترمه جدا يا جماعه والله، اسلوبها وتعاملها، ولما طلبت منهم ان انا اصور المحل وافقوا على طول عشان انتوا تستفادوا اكتر يعني. وكمان بصوا بنات، مش بس هدوم اطفال صغيره، لا كمان عنده من اول 6 شهور اللي طالع، يعني مش شرط بس يبقى حديث الولاده بس. عنده تيشرتات وقمصان للاطفال مثلا من اول سنه وطالع. فدي برضو ميزه ان هو مجمع من جميع المقاسات وزي ما قلت لكم جميع الالوان والاشكال والخامات كمان. دي يا بنات سلوبتات نازله جديده عليها اشكال حلوه قوي. هو زي ما انتم شايفين كده، هو الطقم في كيسه كده. نازله اشكالها حلوه جدا جدا جدا، مش عايزه اقول لكم يعني، انا ما عرفتش اصور بقيه الاشكال، بس لو رحتوا هناك يعني لازم تاخدوا منها عشان حلوه جدا. وكمان ده جراب الببرونه. يعني بصوا هتخشوا المحل هتجيبي كل حاجه من الالف للياء، يعني عنده كل حاجه ما شاء الله، وكل حاجه هترضيكي باسعارها كمان، يعني اسعاره مش غاليه خالص والله يا بنات يعني. وكمان الشرابات، عنده الشرابات اللي عليها دباديب اللي هي بتاعت حديث الولاده، وعنده كمان الساده للولادي وللبنات. معلش بقى بنات ان انا كنت بصور بسرعه وكده، عشان والله انا موقفه الزباين كلهم بره واستأذنت الناس ان انا اصور بسرعه يعني. وفي دلوقتي صور يا بنات هسيبكم معاها في اخر الفيديو، دي بتاعت محل تاني بس رفض ان انا اصور فيديو، فكانت صور بس. تعتبر نفس الاسعار ونفس الخامات، ولكن هو محل تاني بعديه بشويه اسمه كلاسيكو. فاسيبكم بقى مع الصور، ويا رب بقى الفيديو يعجبكم، وقولوا لي في الكومنتات لو في حاجه ناقصه عايزيني اصورها لكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.